السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في اول فيديو لينا بMRCG بالعربي. وعلشان كده أنا النهارده فكرت ان انا اجمع كل الاسئله اللي دايما لما بقابل ناس زمايلي بيسالوني فيها، وانا واحد من الناس قبل ما اسافر اصلا كان عندي معظم الاسئله دي في دماغي وما كنتش لاقي لها اجابه. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا اجاوب على كل الاسئله دي، ولو في حاجات مش واضحه لسه او حد عاوز يسال اسئله تانيه يا ريت يبعت، وانا هحاول ان انا اجاوب على الاسئله دي. ولو ما عنديش الاجابه اكيد هسال لحد ما اجيب الاجابه بتاعت السؤال. النهارده اول نقطه عاوز اتكلم فيها هي ايه الزماله الانجليزيه. الزماله الانجليزيه هي طبعا شهاده انجليزيه ما فيش فيها كلام، لكن دي اعلى شهاده موجوده في تخصص النساء والولاده، والشهاده الاساسيه اللي موجوده عندك في ان انت تشتغل دكتور نساء ولاده في انجلترا محتاجها علشان تعرف تترقى من ريجسترار لكونسلتنت، فبنعتبرها ان هي الشهاده الاولى والاساسيه في مجال النساء والولاده. الزماله الانجليزيه بيبقى فيها 3 اجزاء، جزء اول، جزء تاني، جزء تالت. الجزء الاول انت تقدر تخش الامتحان او يعني تسجل في الجزء الاول وانس ان انت خلصت 6 طب، وفي الامتياز بتاع حضرتك تقدر ان انت تسجل في الامتحان. يعني مش محتاج شهاده الامتياز، لا مش محتاج شهاده الامتياز خالص، انت محتاج شهاده مؤقته وبتبعت للرويال كوليدج انا عاوز اخش الامتحان، بتبعت لهم الشهاده بتاعتك، بتدفع الفلوس بتاعت الامتحان، بعد كده بتقدر ان انت تخش الامتحان. اللي اقدر اقوله بالنسبه للفيرست بارت، امتحان سهل جدا بيعتمد على الحاجات البيزك، الاناتومي والفسيولوجي والاندوكراين. مجرد ما بتقرا شويه وبتحل الاسئله بتبقى فاهم الامتحان عاوز منك ايه، ونسبه النجاح فيه بتبقى عاليه قوي، فما بيبقاش فيه مشكله. المشكله الاكتر اللي انا ببقى شايفها، وانا واحد من الناس طولت فيها برضو شويه، بعد ما بخلص الفيرست بارت انا هعمل ايه؟ امتى اقدر اخش السكند بارت؟ امتى هسافر ولا مش هسافر؟ هي دي بتبقى القصه اللي انت محتاج ان انت تبقى فاهمها علشان تعرف تختار امتى الوقت بتاعك. طيب انا عشان اخش السكند بارت، لو قررت ان انا اخش امتحان السكند بارت ببقى محتاج ايه؟ ببقى محتاج ان انا يبقى معايا الفيرست بارت MRCG، بيبقى محتاج ان انا 4 سنين خبره. طب السؤال دايما اللي بيتسال، 4 سنين خبره دول قبل الفيرست ولا بعد الفيرست؟ ما لهمش علاقه، المهم ان انت يبقى معاك 4 سنين خبره. سنة الامتياز مش من ضمن السنين المحسوبة، يعني تخلص سنة الامتياز 4 سنين في مستشفى نساء وولادة، تكون بتشتغل نساء وولادة، بتعمل الحاجات الأساسية زي القيصرية، إن أنت تعرف تولد قيصرية، تعرف تولد طبيعي، تعرف تشد فورسبس، بنتوز، MVA، الحاجات الأساسية بتاعت شغلنا. والله لو بتعرف تعمل دايجنوستيك لابروسكوب كمان، أو بتعرف تعمل اكتوبيك باللابروسكوب، يبقى كده أنت كتر خيرك وزيادة. بعد كده بتخش على الMRCG في الويب سايت بتاعها، بتنزل حاجه اسمها اسسمنت اوف تريننج. ايه الاسسمنت اوف تريننج؟ الاسسمنت اوف تريننج ده فورم بتنزله بتمضيه من الهيد اوف ديبارتمنت عندك في المستشفى اللي انت فيها، وكان زمان قافلينها على مستشفيات معينه، حاليا بقت مفتوحه لكل المستشفيات. والهيد اوف ديبارتمنت بيمضي لك، بتبقى محتاج 2 ريفرنس معاك من ناس اوريدي متسجلين في الرويال كوليدج او ممبر في الرويال كوليدج. وانس ان هم مضوا وبعتوا لك الريفرنس اللي انت يعني شغال معاهم وهم شافوا شغلك ومبسوطين بشغلك، بيبعت لك بعد كده للرويال كوليدج، بتبعت لك وبتقول لك والله احنا مبسوطين بالاسسمنت اوف تريننج بتاعك وانها اكسبتد، فتقدر ان انت تخش الامتحان او تقدم في الMTI. هنتكلم على قصه الMTI دي قدام شويه. فكده السكند بارت بتبتدي تخش، وتقدر تخش من مصر عادي جدا، مفيش فيه مشكله، مش محتاج ان انت تسافر او حاجه. طيب خلصت السكند بارت، محتاج حاجه تانية عشان تخش الثيرد بارت؟ لا مش محتاج حاجه خالص، انت كل اللي انت محتاجه عشان تخش الثيرد بارت ان انت تكون خلصت السكند بارت، وتحجز الامتحان عن طريق برضه الويب سايت بتاع الرويال كوليدج، بيبقوا منزلين مواعيد الامتحان، وهو غالبا بيبقى 1 في شهر 4 و1 في شهر 11. بتحجز الامتحان وتدفع فلوسه، خلاص انت ريدي ان انت تخش الامتحان. في اماكن معينه الامتحان مش موجود في مصر، لكن موجود في اماكن تانية، زي كان مفتوح قبل كده في دبي، بقاله كذا امتحان. السنتر بتاع دبي مش من ضمن الحاجات السنترز اللي انت تقدر تحجز فيها. في لندن، في دبي، وهنتكلم عن القصه دي بتفاصيلها في الثيرد بارت ان شاء الله. دي كده الفيرست والسكند والثيرد. طيب انا ايه يعني ايه الهدف من الزماله اصلا، او ايه فائده الزماله؟ فائده الزماله هي الشهاده الاساسيه اللي بتديك الحق اللي انت تشتغل دكتور نساء ولاده في انجلترا لو انت دارس الطب بره انجلترا. هتقولي اشمعنى؟ لان هي الشهاده الوحيده اللي بتديك الحق اللي انت تسجل
في الجي ام سي. هو ايه الجي ام سي اصلا؟ الجي ام سي ده زي نقابه الاطباء عندنا في مصر، هم برضه في انجلترا عندهم نقابه اطباء في مصر. قبل ما المس عيانه او اتكلم مع عيانه انا لازم اكون ريجستر في الجي ام سي. طب انا ازاي ابقى ريجستر في الجي ام سي؟ الموضوع سكه من 3 سكك لو انت دارس الطب بره انجلترا. اول حاجه ان انت تعمل البلاب. ايه هو البلاب؟ البلاب ده ان انت بتعادل الشهاده المصريه بتاعتك بالشهاده الانجليزيه، وده بيديك الحق ان انت تسجل نفسك في الجي ام سي. طيب بالنسبه لنا احنا بقى، انا واحد طالع من الكليه واخد قرار ان انا هبقى دكتور نساء وولاده وعاجبني التخصص وناوي اكمل فيه. يبقى اسلم حاجه ليك واسهل حاجه ليك ان انت تاخد الفيرست بارت المرسوجي 4 سنين خبره. بعد كده بتبقى محتاج امتحان لغه، وتيجي بتروح لمكتب الرويال كوليدج او الاي ار سي هنا في مصر، بتقول لهم والله انا معايا امتحان الايلتس او الاو تي، ومعايا الفيرست بارت، وعملت الاسسمنت اوف تريننج، وعاوز اخش الام تي اي في الدور اللي مفتوح فيه. هي عامه الام تي اي بتبقى مفتوحه في شهر 11، بتفضل من شهر 11 لغايه شهر 1 موجوده، بتقدر تقدم في الفتره دي للام تي اي. وبعد كده بتبقى الامور ماشيه بحيث ان هو يدخلك وانس ان انت جات المستشفى وافقت عليك وبعتوا لك ان احنا اوكي اكسبتنس، بعد الاكسبتنس ليتر بتاعك بعد الانترفيو بتقدر تسجل في الجي ام سي. دي السكه الثانيه. طب السكه الثالثه اللي انا اسجل فيها اللي في الجي ام سي ايه؟ ان انا اكون خلصت الام ار سي جي كامله كلها على بعضها، معايا الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث. وبرضه هبقى محتاج امتحان اللغه سواء الايلتس او الاو تي عشان اعرف اسجل نفسي في الجي ام سي. دي السكك اللي تقدر تخليك تسجل نفسك في الجي ام سي وتاخد نمبر، فبالتالي تقدر تلمس عيانه وتتعامل مع عيانه فتشتغل كدكتور في انجلترا. وعشان كده هي اسهل طريقه واسرع طريقه تخليك تسجل نفسك في الجي ام سي. طيب تمام، ده جوه انجلترا. طب جوه مصر؟ جوه مصر الموضوع فيه خلاف شويه. بمعنى ايه؟ لو انت الفيرست بارت بتاعك قبل شهر 7 2007، انت لو مخلص الماجستير ومعاك رساله الدكتوراه، يعني مناقش رساله الدكتوراه وخلصت الزماله الانجليزيه كامله، من حقك ان انت تناقشها تعادلها بالدكتوراه. بتروح المجلس الاعلى للجامعات بيطلب منك ورق، الورق ده يعني بتكمله كله وبيدوك خلال شهرين المعادله بتاعتك للدكتوراه. طيب انا الفيرست بتاعي بعد 7 2007، والله الموضوع لسه مش واضح بقى، هل هم هيعادلوا الدكتوراه ولا لا؟ ده لسه في كلام. اللي حصل في الموضوع بمنتهى الاختصار كده ان احنا كان في واحد زميلنا رفع قضيه على اساس ان هو يتعامل بالمثل، وفعلا القضاء الاداري حكم له بان هو يتعامل بالمثل، بس هو ما كملش في القصه، يعني ما خدش الحكم المحكمه ده او الحكم القضائي ده وراح للمجلس الاعلى للجامعات يشوف هو رد المجلس الاعلى للجامعات ايه، او المجلس الاعلى للجامعات هيوافق على القرار ده ولا لا. دي لسه ما حدش يعني اخذ الخطوه دي فيها، بس مجرد ان انا يوصلني حاجه اكيد هبلغ حضراتكم لو في جديد. طيب الوضع الحالي ايه بقى؟ لو انت معاك الفيرست بارت بعد 7 2007 وانت مسجل ماجستير، ناقشت الرساله بتاعت الماجستير، من حقك ان انت تعادل الزماله دي بماجستير. ده الوضع الحالي دلوقتي. طيب انا لو معايا ماجستير لا مش هتعادلها بحاجه خلاص. طب انا لو ما معيش رساله تعادلها بدبلومه. ده بالنسبه الوضع بتاع الام ار سي جي في مصر. طب في الخليج والدول العربيه، انا ما سافرتش الخليج قبل كده، ما اشتغلتش هناك، بس اللي انا عارفه من زمايلي اللي بيشتغلوا هناك ان انت لو معاك مثلا بلد زي دبي، انت لو معاك الام ار سي جي ومعاك 5 سنين خبره بعد الام ار سي جي وات ايفر، سواء في يعني انجلترا او بره انجلترا، بتتعامل ككونسلتنت هناك زيها زي الام دي المصريه. اعتقد برضه في السعوديه وفي الكويت يعني الام ار سي جي ليها وضع اقوى شويه من الماجستير، لان انا بشوف زمايلي كتير اللي هي شغالين في الكويت وفي السعوديه وفي دول الخليج بيحاولوا ان هم ياخدوا الام ار سي جي. ده بالنسبه لفائده الزماله جوه مصر وبره مصر. طيب في سؤال مهم قوي انت لازم تساله لنفسك لو انت بتفكر تسافر. انت عاوز تسافر ليه؟ انا يعني عاوز اقول على حاجه، لو انت حاطط في دماغك ان انت عاوز تسافر علشان الموضوع موضوع ان تحسين دخل وفلوس، انا اقدر اقول لك بمنتهى الامانه لا ما تسافرش. هتقول لي انت هتشتغلني ولا ايه؟ ده الجنيه الاسترليني ب 23 جنيه مصري، ازاي ما فيش فيها فلوس؟ هي الفكره ان انت صحيح الجنيه الاسترليني ب 23 جنيه مصري، بس برضه في نفس الوقت انت عندك حاجه حطها في دماغك،
ان انت عندك ضرايب هناك بتدفعها بجد. السكن هناك غالي مش رخيص، وخاصة لو انت ساكن في لندن او الحتت اللي جنب لندن، فممكن تلت مرتبك كله يطير. الحاجة التانية ما تنساش مواصلاتك، وما تنساش أكلك، وما تنساش شربك، ولو معاك عربية بيبقى ليها مصاريف خاصة وبيبقى ليها بنزين. ففي الآخر بتيجي تبص اللي توفر قد إيه، مش الحاجة الكبيرة قوي اللي هي تخليك تسافر علشان تقول أنا هحسن دخلي. لا، دول الخليج بالنسبة لك تبقى أحسن كتير. طيب لا والله أنا مسافر علشان أنا حاطط في دماغي إن أنا هروح هناك هلاقي اللابروسكوب في إيدي اليمين والهيستروسكوب في إيدي الشمال وهشتغل الحاجات الأدفانسد كلها. الكلام ده مش هيحصل في الاول، عشان برضو تبقى فاهم انت اول ما هتسافر ايه اللي هيحصل معاك. انت اول ما هتسافر هتشتغل حاجه اسمها SHO. هو ايه SHO؟ SHO ده زي السينيور هاوس اوفيسر، ده هو السينيور هاوس اوفيسر، وده انت بتتعامل بنقدر نقول عليه هنا زي الامتياز. انت بتبقى الفيرست كول، يعني اي حد مزنوق في اي حاجه بيكلم حضرتك. الاستقبال اللي هو الإيني بيكلم حضرتك، الليبر وورد بيكلم حضرتك، الجاين وورد، اي حد عاوز حاجه من حد له علاقه بالنساء والولاده اول حد بتروح انت. انا شايف ان الفتره اللي انت بتشتغلها كSHO دي مهمه جدا، لان انت بتفهم منها السيستم، بتفهم منها تتكلم مع العيانه ازاي، بتفهم ازاي تطلب انفستيجيشن. فالفتره بتاعتها مهمه جدا. هي ملهاش وقت معين بتقعد فيه، انت ممكن تقعد 3 شهور، ممكن تقعد شهرين، ممكن تقعد سنه، بتبقى على حسب المستشفى اللي انت فيها وعلى حسب انت استجابتك للسيستم قد ايه. بالنسبه للي انت عاوز تتعلمه الحاجات الادفانسد ده بيفرق معاك قوي لو انت خلصت الMRCG، لان انت بعد ما بتخلص الMRCG بيبقى من حقك ان انت تعمل حاجه اسمها ادفانسد تريننج، وده بتبقى عباره عن موديولز تبع الرويال كوليدج. بس بعد ما بتخلص الMRCG بتقدر تسجل فيها، وبتقدر ان انت تاخد السب سبيشاليتي اللي انت عاوزها او الحاجه اللي انت انترستد فيها. ده بالنسبه للتعليم او الهاند سكيلز، فده لازم تبقى فاهمه قبل ما تسافر فيه. طيب اما انا هسافر ليه؟ لو انت حاطط في دماغك او انت حابب ان انت تفهم ازاي تتعامل مع العيانه، وازاي تكونسل العيانه، وازاي تفكر، وازاي تحترم وجود العيانه، وان مفيش قرار بتاخده من غيرها، يعني بمعنى اصح لو انت حابب تبقى دكتور بمعنى كلمه دكتور، لا طبعا ده هتتعلمه هناك كويس قوي. فده الهدف من موضوع السفر، انت لازم تبقى محدد ايه اللي انت عاوزه علشان ما تروحش هناك تتفاجئ بحاجات تبقى صعبه. من ضمن الاسئله اللي بتسالها ناس كتير، وخاصه الناس اللي هي مقربه على السفر، تسالني اللغه. انا خاف من اللغه بتاعتي ولا ما خافش من اللغه بتاعتي؟ اخر حاجه تخاف منها موضوع اللغه، لان الانجليز بمنتهى الامانه الناس بيحترموا الموضوع ده جدا، وبيبقوا مقدرين وفاهمين كويس قوي ان انت واحد جاي من بلد تانية، جاي على سيستم تاني، بتتكلم لغه غير اللغه الاصليه بتاعتك، فبيحترموا ده جدا، فما تقلقش منه. وانا على حسب ما انا فاكر اول ما ابتديت، انا كنت في الاول في حاجه عندنا، في حاجه هناك موجوده على طول اسمها الهاند اوفر. الهاند اوفر ده الحاجه اللي انت او الميتنج اللي انت بتعمله كل يوم الصبح وكل يوم بالليل علشان النايت تيم يسلم المورنينج تيم وهكذا. فاول ما رحت انا كنت قاعد شادوينج كده اسبوعين، انا تقريبا ما كنتش فاهم حاجه يعني اول ما رحت وقعدت في الهاند اوفر انا ما كنتش فاهم حاجه، لان هم ليهم اختصارات زي الاختصارات عندنا. يعني انا وانا في الجلاء كانوا يقولوا لي مثلا عيانه جايه رابشر ممبرين، يقولوا لي العيانه مربشره. فده مصطلح عندنا، لو حد بره الجلاء او مش واخد على الموضوع ده مش هيبقى فاهم. هم عندهم نفس القصه برضه، يعني عندهم العيانه اللي جايه رابشر ممبرين من نفسها دي اسمها شرام، العيانه اللي انا عامل لها رابشر ممبرين اسمها ارم. فالمصطلحات دي هتاخد عليها، فما تقلقش لو رحت قعدت في الهاند اوفر وحسيت نفسك مش فاهم اي حاجه، عادي جدا. تغلبت على الموضوع ده شويه بان انا كنت في الشادوينج ده الساعه 8 الصبح ابقى في الهاند اوفر، الساعه 8 بالليل ابقى في الهاند اوفر. مجرد اسبوع ابتديت القط واعرف القصه شكلها عامل ازاي. فما تقلقش من الموضوع ده خالص. الحاجه الثانيه، كان لما بيجي لي جيب مثلا واتكلم كان قلبي بيدق، لان انا مش عارف الميدوايفز بيتكلموا بسرعه جامده جدا وانا مش مجمع، فكنت اقول لها لا اقفلي انا جاي لك، وكنت لازم اشوفها وهي بتتكلم عشان ابقى فاهم هي بتقول ايه. بعد مرور الوقت خلاص انا ممكن ابقى نايم في النص النبطشيه او مريح ويجي لي التليفون، بدي المانجمنت بتاعي وبدي الديسيجن بتاعي والامور عاديه خالص. فما تقلقش من موضوع اللغه خالص، هيتحسن معاك. ومش هتلاقي حد ممكن ان هو يحسسك ان اللغه بتاعتك دي حاجه وحشه قوي او مش مقبوله بالنسبه لهم
خالص. فما تقلقش من الموضوع ده على الاطلاق، روح عندك ثقه في نفسك. انت بتروح سيرجيكال كويس جدا، فبتعرف تثبت نفسك بسهوله، وهم كمان بيستقبلوك بوضع كويس جدا لو انت حاطط في دماغك ان انت هتقدر تتغير عشان تعرف السيستم. فمهمتك الاولى والاساسيه في الموضوع ان انت تحاول تفهم السيستم على قد ما تقدر، لان ده هيفهم معاك قوي، هيفرق معاك قوي. الحاجه المهمه برضو اللي اقدر اقولها لك، احنا بنعمل، انا يعني بعد ما بتخلص الانترفيو مع الام تي اي وتبقى مستني المستشفى تبعت لك وتعرف الرد بتاعهم ايه والقصه بتاعتهم ايه، ما تقعدش بقى حاطط في دماغك ان انا مسافر فهقعد يعني قاعد فاضي بحاول اخد اجازه. حاول تقرا الجايد لاينز، لان قرايه الجايد لاينز هتفرق معاك جدا وهتفهمك السيستم هناك اسرع بكتير جدا من ان انت تروح على عمال مش شايف مش فاهم حاجه. فالنصيحه برضو اللي بقولها دايما، اقرا الجايد لاين، حاول تتصرف في الجايد لاين وانت قبل ما تسافر. احنا النهارده اتكلمنا عن الزمالة الانجليزيه، ايه الهدف منها، ازاي اعرف اسافر، ازاي اعرف اسجل نفسي في الجي ام سي، اقلق من اللغه بتاعتي ولا لا، ايه الهدف من السفر، ايه فائده الزماله جوه مصر وبره مصر. ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي هيبقى الدكتور محمد حسن معاكم، هيكلمكم عن السكند بارت بالتفاصيل بتاعته، ازاي اذاكر، ايه السورسز بتاعتي، ايه اللي انا هشوفه. وان شاء الله باذن الله هتلاقوني معاكم في الجزء الثالث، في الفيديو الخاص بالثيرد بارت. اشوفكم الفيديو.